خرجة إعلامية خطيرة من الصحفي المغربي المعروف نور الدين الجهب تتضمن اتهامات بتحكم سلطة المال في توجيه دفة الانتخابات بالمغرب. مشيتي عند أخنوش، السي عزيز أخنوش آنذاك، وقلتي ليه أنني غادي نوريك واحد الطريقة باش غطيح بن كيران. قال لك مرحبا ونخدمو. فيرصاليك في الكونت ديالك 75 مليون. أنت تقولينها بعظمة لسانك، ومعي صديق جالس معايا. هذه الاتهامات بقدر ما تضرب في الصميم مصداقية الانتخابات في المغرب، بقدر ما تحاول تبييض وجوه سائم المغاربة طلتها، خصوصا وأن المغرب على أبواب استحقاقات جديدة ولا جديد يذكر على مستوى المتنافسين. عيطت لك هاد الصباح هذا عيطت لك، لقيتك مبلوكياني حيت ما جاوبتكش في التليفون، حيت انا في عطله وليت ما نسواش وما نصلاحش، وانا واخده الفلوس من عند اخنوش باش ندير بلوكاج لبنكيران. في ظل الجمود الذي تعرفه الساحة السياسية بالمغرب من حيث ممثليها، ربما حان الوقت لتحريك بعض البيادق في محاولة لافتعال بعض الصراعات التي سئمها المغاربة. أخنوش عيط لك وطلعك الطوموبيل حداه وعطاك شيك فيه 6 المليون 60,000 درهم، زادك انا كيعطيك الشيك. كتقوليها بعظمة لسان، كتقولي تفليت عليهم وهاد السياسيين شحال بؤساء. 10 سنين 10 سنين هذه 10 سنين، ومالك ما قلتيها في 2016 وفي 2017 وفي 2018 و19 و20 و21 و22 و23 و24.